يلا املي بيتك بالخير وتعالي نعمل الزبده الفلاحي الاصلي المش مغشوشه. طلعي بقى القشطه بتاعتك اللي حوشتيها في الفريزر، وتعالي نعمل قشطتنا او الزبده بتاعتنا الفلاحي بتاعت كل شهر. عملتها معاكم من شهر وهعملها معاكم كمان النهارده. لو اول مره تشوفوني قناتي اكلتك مع مامة اياد، تعالوا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. المره دي بقى انا قلت اجيب الميزان واوزن كميه القشطه كلها، نشوف حوشنا قد ايه قشطه، ونشوف هنطلع منها زبده قد ايه، وهنطلع منها كمان لبن قد ايه، ونشوف الموضوع مجزي ولا مش مجزي. طبعا انا قلت لك لما تيجي تستخدمي اي لبن تشوفي حد يكون كويس، اللبن بتاعه يكون كويس مش مغشوش، عشان تقدري ان انت تطلعي كميه قشطه كويسه من اللبن بتاعك. انا كنت طبعا بطلع القشطه بحطها في علب التلاجة زي كده، وكل ما تتملي علبه معايا كنت بعينها في الفريزر، وهكذا لحد ما حوشت الكميه اللي انتوا شايفينها دي. اللهم بارك. بغلي اللبن طبعا كويس، وبعد ما بغليه بسيبه يبرد خالص، وبعد ما يبرد خالص بغطي عليه وبحطه في التلاجة. ما بفتحش عليه وما باخدش منه اي كوباية لبن حتى واحدة. بسيبه لتاني يوم لحد ما يجمع معايا القشطة، وبعد كده اخد القشطة بتاعته، وبعد كده استخدم اللبن في اي حاجة انا عايزاها. طلعت الكمية اللي انتوا شايفينها دي بسم الله ما شاء الله، دخل في ال3 كيلو اهو. اهو شايفين، وكمان القالب ده انا مش هاخده كله لاني هاخد جزء منه اعمل منه رز كده. اهو هطلع كمية كده 3 كيلو و400 جرام، وطبعا كان الميزان شايل بتاع يعني 100 جرام، فيعني هم يطلعوا 3 كيلو و400، 3 كيلو و500 ممكن يطلعوا، يكون كده يعني 3 كيلو و400. يبقى طلعنا قشطة 3 كيلو و400. الخطوة اللي بعد كده بقى انا هجيب كوباية من المية الساقعة، كوباية مش مليانة قوي زي ما انتم شايفين كده. ضفتها عشان تسهل معايا عملية الضرب، طبعا عشان المضرب بتاعي ما يبقاش القشطة تقيلة فيه، فانا قلت ايه اخففه شوية بكوباية المية الساقعة، وتساعد معايا ان الزبدة معايا تلم بسرعة. المية الساقعة بتساعدك ان انت الزبدة بتاعتك تلم معاكي بسرعة. هنضرب كده، بس طلع طبعا الطبق بتاع العجان دون طلع معايا يعني صغير مش هينفع، والكمية كلها ابتدت تتقل معايا وتطلع بره حروف الطبق كده زي ما انتم شايفين. فانا دلوقتي هنقل نص الكمية كده في بولة تانية كبيرة، واعمل كمية القشطة دي على مرتين، علشان خاطر ما نهدرش كده ونبهدل الدنيا بيها. اهو بصوا ابتدت بقى تتقل معايا والموضوع بقى صعب قوي. فطبعا عشان اسهل الموضوع هننقل بقى ايه جزء كده منها في بولة تانية ونعمل الكمية على مرتين. طبعا قدامك انت وقت دلوقتي، من دلوقتي لحد رمضان تقدري تحوشي كميه كويسه، وتستخدمي بقى زبدتك الزبده بتاعتك او السمنه بتاعتك اللي انت هتستخدميها في رمضان للاكل وللحلويات والحاجات دي، ممكن تعمليها انت بقى بايديكي، وتعملي كميه كويسه من دلوقتي لحد رمضان. ونعمل بقى زبدتنا قبل رمضان ان شاء الله، نعملها كمان تاني مع بعض. انا عامله معاكم قبل كده من شهر، عامله معاكم فيديو للزبده الفلاحي بنفس الطريقه كده. المره دي بقى لما حوشت كميه حلوه كده قلت لا لازم اعمل فيديو تاني واوريكم برضو الكميه اللي انا عملتها، واشجعكم ان انتوا تعملوا زي ما انا بعمل، وما تشتريهاش من بره لان بجد تمنها بقى غالي قوي. هنا بقى خلاص ابتدت بقى تخرز معايا وتتكور معايا، لما بقيتها خلاص خرزت وابتدت ان هي تتكور معايا، واللبن طلع لوحده والقشطه طلعت لوحدها او الزبده طلعت لوحدها، ابتديت بقى ان انا اكور فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهو هتشوفوا بقى كميه اللبن اللي هتطلع منها. طبعا اللبن ده مش هنرميه، هنستخدمه طبعا في المعجنات. اعملي بقى شويه قرص، اعملي بيتزا، اعملي اللي انت عايزاه. طلعنا 4 كور من اول كميه، ودي الكميه التانية اهي. وعشان ما اضيفش ميه تاني نزلت بشويه اللبن اللي طلعوا من الزبده الاولانيه اهو، اللي هو الطبق الاولاني، علشان تسهل برضو معايا عمليه الضرب. اهو ما بتاخدش 5 دقايق وتبصي تلاقيها خلاص ابتدت تخرز معاكي ونطرت اللبن بتاعها وخلاص طلع معاكي الزبده طلعت معاكي اهو. شايفين؟ هوريكي بقى اللبن اللي طلع اهو، وهبتدي بقى ان انا ايه اكورها برضو بنفس الطريقة اهو. هتعصري جامد تطلعي المية واللبن اللي في الزبدة. طبعا بقى ما فيش يعني احسن من كده، وحاجة بقى يعني بصي معمولة انت عاملاها بايديكي، وحاجة بجد تفرح. خلصت بقى الكمية كلها، تعال نشوف بقى كمية السائل اللي طلعت، ونشوف بقى الزبدة اللي طلعت معانا اهو. هجيب بقى الميزان وهوزن بقى الاول اللبن اللي طلع. احنا قلنا ان احنا كنا مطلعين 3 كيلو و400 جرام قشطة، برضو لو هتلاحظوا الميزان على طول كل مرة بيبقى شايل بتاع 100 جرام. فاهو احنا وزننا كده بعد ما عدينا الربع كيلو بشرطة او شرطتين، الربع كيلو 250 يبقى 350، وكان فيه 100 جرام يعني قولوا 200 300، يعني مثلا كيلو و300 سائل. وما تنسوش ان احنا حاطين كوباية مية كمان، يعني هو ممكن يكون مطلع كيلو من السائل لو احنا حسبنا كوباية المية اللي احنا حطيناها. تعالوا نوزن بقى الزبدة.
برضو بصوا الميزان برضو شايل كيلو، انا مش عارفه ليه مش بظبطه كويس. شايفين بقى شكل الزبده؟ بجد حاجه تفرح، انا بفرح قوي لما بعملها في البيت او بعملها بايديا، حاجه بقى اصلي كده انت اللي عاملاها. اهو هنوزن بقى الزبده بتاعتنا اهو، اللهم بارك، عملوا 2 كيلو و300 جرام، وطبعا كان في برضو كيلو متشال كده في الميزان، يعني قولوا 2 كيلو و400 جرام. فالحمد لله يعني الكميه حلوه، والقشطه بتاعتنا طلعت كميه كويسه طبعا قوي. الكيلو وصل اللهم 180 بارك اهو، جنيه شايفين وشوفي بقى ال 2 كيلو 300 هيبقوا جرام، بكام. وكان في 100 جرام وكمان اصلا في اخدتي لبن الميزان، استخدمتيه، يعني ممكن وكمان يكون هو اللبن اللي 2 طلع من كيلو الخض و400 بتاع جرام. الزبده هنستخدمه في طبعا حاجه حلوه المخبوزات، قوي انت ممكن اللي عاملاها تستخدميه في بايديكي، يا المش. رب يكون الفيديو يعني كل عجبكم حاجه ان شاء الله وتكونوا فيها فايده استفدتوا مني. وما ضيعناش يلا اي عندكم حاجه، وقت من واستفدنا دلوقتي كمان تبتدوا الزبده تحوشوا بتاعتنا القشطه مش بتاعتكم مغشوشه. لحد رمضان، يا رب وتفطروا يكون الفيديو اللبان، يكون عجبكم لبان ونكون كويس ما استفدتوا بيغشش مني. اللبن، عشان لو تقدري الفيديو تطلعي كميه عجبكم شير كويسه من ولايك، واللي القشطه. ما اشتركش في القناه لو يشترك. الفيديو عجبكم شير اشوفكم في ولايك، واللي فيديو ما جديد اشتركش في القناه والسلام يشترك. عليكم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.